غريزة الخوف هي واحدة من أقدم وأقوى الغرائز اللي موجودة في الإنسان، والغريزة دي مرتبطة بالبقاء بشكل أساسي من زمان جدا جدا. لما الإنسان الأول كان عايش في بيئة كلها مخاطر من حيوانات مفترسة ومن ظواهر طبيعية بيئية خطرة، الخوف كان هو الدرع اللي بيحميه، كان هو الملاذ اللي كان بيخلصه من كل المخاطر دي. فتعالوا نغوص مع بعض شوية ونتكلم عن الخوف من بداية نشأته لغاية تطوره للإنسان الحالي اللي احنا موجودين عليه دلوقتي. زمان الإنسان الأول لما كان عايش في الكهوف وفي الغابات كانت بتحيطه الحيوانات المفترسة الخطرة من كل مكان، أسود ونمور، ذئاب وضباع، وحتى التماسيح في المية، وطول الوقت ما كانش بيتوقع ولا عارف امتى هيتم الهجوم عليه. ومن هنا الانتخاب الطبيعي اشتغل وتأقلم الإنسان على البيئة اللي هو عايش فيها، وظهرت عنده غريزة الخوف. الخوف في الإنسان الأول كان بمثابة إنذار تهديد، يعني كان بيحط الإنسان في حالة من الاتنين، يا إما تقاتل وتواجه يا إما تهرب. فلما الإنسان كان بيبدأ يخاف كان بتظهر عليه شوية أعراض في جسمه، يعني قلبه كان بيدق بسرعة جدا، وضخ الدم في جسمه كان بيوصل لأعلى درجة، عضلاته بتتوتر وبتتشد، وعينه بتفضل مركزة علشان تشوف كل حاجة بدقة وعلى أبعد مسافة، وجسمه بدأ يفرز هرمونات خصوصا للمواقف اللي بقى بيواجهها بالمنظر ده. والهرمون اللي احنا بنتكلم عليه هرمون الأدرينالين، هو ده اللي بيطبق كل التغييرات اللي على الجسم اللي احنا لسه قايلينها، وبيجهز الانسان للمعركه اللي هو داخلها. بس زي ما هو بيهيئه للمعركه وللقتال، كان برضه هرمون الادرينالين كان بيهيئه للهروب، وان هو يستخبى وقت العواصف، وان هو لو حس ان في الموقف مش هينتصر فيه يقدر يهرب تاني عادي. ببساطه لو الانسان ما كانش عنده غريزه الخوف ما كانتش سلالة البشرية دي كملت لغاية النهاردة. يعني أسلاف البشر الأوائل اللي هم كانوا عضمضم وكانت الشجاعة واخداهم ونطوا في حضن الأسد عشان يحاربوه دراع لدراع، دول اللي ماتوا. لكن احنا البشر الحاليين اللي موجودين على الأرض احنا أحفاد الناس الخوافين، أحفاد الناس الجبنة اللي هم استخبوا وقدروا يتكاثروا ويتأقلموا وصنعوا أسلحة، وبعد كده قتلوا الحيوانات المفترسة. مع مرور الوقت الإنسان بدأ يسيطر على الطبيعة وبدأ يتأقلم ويعرف كل الظروف اللي حواليه، فعشان كده اكتشف النار وبدأ ان هو يصنع اسلحة، وبدأوا ان هم يتجمعوا في مجتمعات على ضفاف الانهار. فتطور وتأقلم البشر على حياتهم الجديدة ما خلاش الخوف يختفي، بالعكس ده الخوف اتطور، وبدل ما غريزة الخوف كانت بتظهر من الاشياء المادية الكبيرة الخطرة بقت بتظهر للاشياء المعنويه كمان. يعني الانسان الاول ظهر عنده الخوف من المستقبل، ان هو خايف ان هو يزرع والمحصول ما يطلعش او تحصل مجاعه. الخوف من المجهول، ان هو يبقى قاعد لا بيه ولا عليه تجيله عدوى، يجيله مرض ما يعرفش يعالجه ويموت منه. ظهر عنده الخوف الاجتماعي، ان هو ما يقدرش يتواصل مع الناس اللي حواليه ويفقد مكانته في وسط البيئه اللي هو عايش فيها. ومع مرور الاف السنين خلاص احنا ما بقاش في عندنا اسد ممكن يطلع علينا ينط علينا في البيت، او ممكن يطلع علينا تعبان يلسعنا في اي وقت. لا، الخوف اتطور اكتر من كده بكتير علشان المخاطر اختلفت تماما. فظهر عند الانسان الحديث اللي هو انا وانت واللي عايشين دلوقتي الخوف من الفشل، الفشل في الدراسة، في الشغل، في ان هو ما يحققش احلامه. الخوف من التكنولوجيا، الناس بتخاف من التكنولوجيا، ممكن تفقد خصوصيتها او ممكن الذكاء الاصطناعي يأذيها. الخوف من الحروب والازمات والمؤامرات، في ناس كتير جدا عندها خوف وقلق زيادة من حكاية ان هم معمول عليهم مؤامرة، وان ممكن تحصل حرب في اي وقت، وان هم ممكن تحصل لهم كارثة طبيعية زي زلزال او اي وباء زي كوفيد 19 اللي حصل ده. وبرضه الخوف الاجتماعي اللي اتطور من الانسان القديم لغايه دلوقتي، بقى في حاجه كده زي رهاب اجتماعي، ما بيقدرش يتكلم اصلا مع الناس وبيخاف يواجههم. الخلاصه في كل الكلام ده كله ان الانسان حتى الان لسه بيحس بالخوف، ولكن عشان بيئه الانسان اتطورت فالخوف اتطور. يعني لسه بنفرز هرمون الادرينالين ولكن لاسباب تانية خالص. يعني زمان كانت الموضوع حياه او موت، لكن دلوقتي الموضوع ابسط من كده بكتير. واضح من كل الكلام اللي انا اتكلمته دلوقتي ان الخوف ده شيء سلبي جدا وشيء مؤذي. لا، الخوف ده سلاح ذو حدين، يعني ممكن يبقى شيء سلبي ويضرك ويأذيك، وممكن تستخدمه كسلاح ايجابي جدا. يعني الخوف يخليك تاخد قرارات حذرة جدا، ما تبقاش متهور، يخليك تغير حياتك وتاخد خطوة لقدام وتعمل شيء ايجابي علشان انت خايف من الفشل او خايف اجتماعيا. فعشان كده احنا لازم نتعلم كويس ازاي نسيطر على الخوف، وما نخليش الخوف هو اللي يسيطر علينا يحجمنا ويقتل احلامنا ويقتل كل الخطوات اللي احنا عايزين نتخطاها في المستقبل. ففي الاول وفي البدايه كده احنا لازم نعرف مصدر الخوف. هل مصدر الخوف اللي جوانا ده حقيقي ولا وهمي؟ ممكن يبقى وهمي وعقلك هو اللي مزين لك ومخطط لك كل الكوارث اللي ممكن تحصل لك لو عملت الخطوه دي، مع ان كل ده ملوش اي علاقه بالواقع. في الاول وفي الاخر عقلك مصمم لغريزه البقاء، هو مش عايزك تتعب ومش عايزك تواجه اي شيء جديد، فبالتالي لازم يخوفك منه وما يخليكش تاخد اي خطوه تجاهه. فبالتالي اي شيء تحس ان انت مقيد ناحيته لازم تقعد بالورقه والقلم وتقول هل انا لو عملت الموضوع ده هموت؟ هل مثلا هتنقص مني حته؟ هل هتحصل نهايه العالم؟ لا، هتلاقي كل الاجابات لا. فبالتالي لازم ترمي نفسك وتهزم عقلك وتقنعه وتقول له ان لا، انا دخلت اهو وعملت الموضوع ده
ونجح معايا جدا، وانا ما طلعتش خايف منه وما متش. نفس فكره لما انت تروح تلعب حاجه قتاليه، فنون قتاليه MMA او بوكسنج او كده، دايما عقلك يقول لك انت لو دخلت الفايت ده انت هتاخد على نافوخك وهتموت. ولكن لما تخش الفايت وتكسبه او حتى تخسره كمان وما تموتش، عقلك يشوف ايه ده احنا ما متناش، ده في فرصة تانية، ده احنا بقينا ممكن نعمل استشفاء ونرجع اقوى. عقلك بيكسر كل الحواجز. فعشان كده لازم تنط في الحواجز دي، ولازم تواجهها بمواجهة مباشرة، لان في ناس كتير قوي ما عرفتش تاخد الخطوة دي، والموضوع وصل معاهم ان هم يروحوا لدكاترة واستشاريين نفسيين. قصة ان انت مش عارف تواجه مخاوفك ممكن تموتك بالحياة، تتمنى ان انت تموت ولا انك تكون قاعد متكتف وتتفرج على الحياة من بعيد. بس يا رجالتنا، ودي كانت حلقة عن غريزة الخوف، وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.